طبعا واضح ان هي حاله استثنائيه، بنطلع بسلاسه بنرجع بسلاسه، خلاص ما عادش عندنا مشكله، الدنيا فكت بقى في الحلقه اهو، يعني بنطلع زي ما انت بتقول مفيش يعني مفيش بسلاسه بسلاسه مفيش اسى، يلا نروح يلا نيجي يلا رجعنا الحمد لله على السلامه، شغالين تمام يعني بسلاسه. في بقى ملف كده كويس عايزين نتكلم فيه، عامل خلافات كتيره في النادي الاهلي الفتره اللي فاتت. السياسه دخلت في الرياضه، ودايما كنا معتقدين ان الرياضيين دول ما لهمش دعوه بالسياسه بره، نظرا لظروف البلد ابتدت داخل النادي الاهلي او داخل الفرقه في ناس ليها وجهه نظر، فيها ناس ليها وجهه نظر مضاده. بعدين بنشوف الجمهور النهارده كلام كتير بقى، انا مش عارف يعني، انا بقرا الجرايد بس يعني زي ما انت بتقول ساعات بنصدق ساعات بيكون صح ساعات بيكون غلط. بيقولوا ان في يعني في حاله انقسام مع الجمهور. الجمهور كان متخيل ان اللعيبه بقى تبقى معاه في الثوره وتاخد موقف وتنزل، اللعيبه شافت ان هي لازم تفضل تلعب، في دلوقتي فجوه بين الجمهور واللعيبه. الكلام ده مظبوط؟ فيه فعلا فجوه ولا السياسه ملهاش دور اصلا جوه الفرقه دلوقتي؟ لا بص، انا عايز اقول لك على حاجه. هو كلامك يعني في نقط كتير. يعني اذا كنت هتتكلم على السياسه ففي لعيبه طبعا فاهمه ايه اللي بيحصل، وفي ناس بتتكلم وفي ناس ليها ارائها، وفي ناس ما بتتكلمش، لان في ناس يعني مش عارفه حاجه. انا من ضمن الناس اللي ما اعرفش حاجه. انا ماليش في السياسه، طول عمري ما بحبهاش، ما بحبش اتكلم فيها وما بحبش سيرتها، بعيد عنها تماما. بس يعني نزلت انتخبت اكيد اهو. نزلت انتخبت، لان هو ده الوضع، هو الوضع الجديد يعني، ان انا انزل انتخب. مصر كلها نزلت انتخبت، يعني انا ما كنتش بنتخب. وبالمناسبه انا عايز اقول لك على حاجه، بمناسبه الانتخابات يعني، لان هي حاجه مرتبطه بموضوع الاعلام اللي انت كنت بتتكلم فيه. يعني انا كان معايا صحفي قبل الانتخابات بيوم او كذا صحفي طالعين، طالع من النادي راح اخد العربيه بتاعتي، فبرضه جاي يتكلم معايا وكده، فقلت له لا انا ماليش في السياسه وكده وبس. فسالني هتنتخب؟ قلت له انا هنزل انتخب، زي ما الناس كلها ما كانتش بتنتخب وفي ناس كتير ما بتنتخبش هتنزل تنتخب، فانا هنزل انتخب. فقال لي انت عارف هتنتخب مين؟ قلت له يعني في هنتخب اللي هنتخبه وانا عارف انا هنتخب مين. قال لي طب انت هتنتخب مين؟ قلت له لا يعني مش بتاعتك انت تعرف انا هنتخب مين، يعني اللي انا هنتخبه بكره هعلم عليه. على فكره ما كنتش اسالك كده، انا فاهم ما انا جاي، انا بديك، انا فاهم ان انت بتسبق معايا. لا انا بديك مثل. فقلت له اللي انا هنتخبه هعلم عليه وبكره وخلاص، الورق هتحطه خلاص، يعني انت مش شرط، مش لازم انت تعرف. تاني يوم على الموقع، وكان كاتب اسمه، يعني هو كان كاتب اسمه كمان يعني، بس مش لازم اسمه، كاتب بركات، تصريح على لسان بركات. قريته. قال لك لن اساند الاخوان. ايه يا عم في ايه ده؟ انت سالتني بتقول لي انت هتنتخب مين بكره؟ قلت لك اللي هنتخبه بكره خلاص، انا اللي عارف وهكتبه وهحط البتاع وكلام من ده، وكان في وسط صحفيين يعني، في وسط ناس غيره. قال لك بركات لن اساند الاخوان. طب بناء على ايه؟ دخلني في متاهات. لن اساند الاخوان، طب يا عم لن اساند الاخوان، امال هساند مين لما انت خلاص انت يعني الواد اللي يعني انت الواد اللي انا مش هساند الاخوان. طب ما قلتش ليه بقى هساند مين؟ اشمعنى يعني عرفت اني مش هساند؟ جبتها منين؟ فدي من ضمن الحاجات. وبعد كده مثلا ايه، هيجي مثلا هيبقى عايز يتعامل معايا، وبعد كده عايز اقول لك على حاجه، ما كلمنيش من بعدها، اما عارف ان انا زعلان ما كلمنيش، بعت لي مسج بس، قال لي معلش ان شاء الله هصلح الموقف. حتى ما حاولش يكلمني حتى اتصال او كده يقول لي. بس هو السؤال يا كابتن محمد ايه، وانت قاعد في الفرقه مع اصحابك كده، مصر دلوقتي يعني حتى في البيت الواحد انت مثلا نازل انت بتتكلم، انا فاهمك، انت بتتكلم بتقول هل في فجوه ما بين يعني مفيش حاله اقناع، يعني مفيش حد بس يقول لك انت رايح بكره تنتخب وبيحاول يشرح لك يقنعك بحاجه في معينه. بص انا بالنسبه لي انا يعني ايه، انا رديتها عليك على جزئيه ان انا راجل في السياسه، انا ماليش في السياسه وما احبهاش طول عمري، ما احبش اتكلم فيها. انما الحاجه الوحيده اللي كلنا اتفقنا عليها ايام اللي حصل من اول يناير والثوره في يناير، كلنا قلنا ايه، احنا شفنا كميه فساد ما كناش نتخيله وما كناش نتوقعه، وقلنا كلنا ما نرضاش بالكلام ده، واللي يوافق ويرضى على الفساد يبقى فاسد. ما فيش نقاش وما فيش كلام. انما انت ما تيجي تكلمني في نقطه فجوه ما بين الجمهور علشان اللعيبه ما نزلتش او اللعيبه نزلت او الكلام ده، ما هي بقى ديت ايه، هو موضوع الديمقراطيه. انت دلوقتي مثلا انت بتحب، هل انت جاي بتشجع، يعني جاي انت تشجع النادي الاهلي علشان خاطر فلان وعلان وبتاع، فبناء على كده انه ما نزلش فانت مش لا عشان النادي الاهلي طبعا. انت راجل بتعشق جمهور، بتعشق تراب النادي الاهلي وبتحب النادي الاهلي، وبناء على كده انت بتحب النادي الاهلي وبتحب لعيبه النادي الاهلي. انما اللعيب مثلا اللي ما نزلش
ما هو اللعيب اللي ما نزلش دوت، ما هو وجهه نظر انه ما نزلش، زي ما وجهه نظرك ان انت نزلت، هو ما نزلش. فانت مش عشان انت نزلت فانت لازم تحكم رايك ان هو كمان. يمكن اللعيب عنده وجهه نظر مختلفه عنك، مش وارد؟ وارد. وارد ولا مش وارد؟ صح. ما هو في، اذا كنا احنا هنا كمصريين دلوقتي كلنا مختلفين. صراحه ولا مش صراحه؟ هو بصراحه هو احنا مش ناقصنا في نوع. ناس بتنزل التحرير، وكانت الاول ناس بتنزل مصطفى محمود، صح. ودلوقتي الناس قاعده في التحرير، وفي ناس قاعده في العباسيه. ازاي احترم يا كابتن محمد؟ ما أنا يعني بقول لك. الاختلاف في وجهات ما هو النظر لا يفسد اختلاف. ود قضيه. ما هو ده اللي انا بتكلم فيه، يعني هو اختلاف. انا شايف لا، يمكن في لعيبه شايفه ان الوضع كويس وان الوضع ما يستاهلش، او في لعيبه كانت موجوده وفرحانه باللي حصل لحد الثوره وخلع النظام السابق، انما مش موافقه على اللي بيحصل بعد كده. شايفين ان كل اللي بيحصل بعد كده مثلا دوت مهاترات. غير الحكومه وهات، لا دي الحكومه دي وحشه، طب هات رئيس الوزراء، طب انا هتجيبه منين؟ طب انا هجيبه من قلب ميدان التحرير. لا يا كابتن محمد، بعد ما جبنا ميدان التحرير لا ما عجبناش. لا السؤال بتاعي بيقول ايه؟ انت عارف احنا في البيت لما اجي مثلا اروح انتخب ومعايا مثلا اسره، انا ليا وجهه نظر وحد تاني وجهه نظر، نختلف ونتفق ده اللي حصل. ونقنع بعض. ده اللي حصل. الكلام أنا ده ليا بيبقى اخوات موجود في الفرقه. في الفرقه طبعا، ما مش كل واحد ليه رايه. يعني كل في واحد حاله له في حاله رأيه، جدل في وكل الحته، في واحد- حاله اقناع، ولا مفيش حديث اصلا عن السياسه لا يعني في، طب ما هو احنا عندنا ناس في النادي بتميل مثلا لصالح الاخوان. طبيعي. طبيعي بتميل لصالح الاخوان، وشايفه ان هم ونفسهم ان هم يمسكوا، وانهم يبقى لهم اماكن في البرلمان، ويبقوا وبناء على كده هم تبع التيار ده. وفي لعيبه تانية بتبقى لا، يقول لك لا احنا مش مع التيار ده، احنا مع التيار التاني، احنا مش عارف هننتخب حزب مش عارف ايه، هننتخب ما اعرفش ايه. وكل واحد ليه وجهه نظره. هل بقى انت فرضت عليه عشان انت، هل انا مثلا لو انا مختار حاجه، ومثلا وحسام غالي مختار حاجه، ولا سيد مختار حاجه، خلاص احنا كده باظت الفرقه؟ لا طبعا. اتفشكلت الفرقه؟ لا صح. ده انا واخواتي اللي لحم ودم، كل واحد فينا نختلف. انتخب، ما حدش يعني ما اجتمعناش احنا الاربعه على حاجه. انت كابتن بتأيد ان يبقى رياضي او لعيب كوره ويرشح نفسه لمجلس الشعب او يبقى موجود داخل البرلمان؟ وايه المشكله؟ يعني ايه المشكله؟ يعني ما هو إيه يعني فيها ايه ما يبقى رياضي وفي مجلس الشعب؟ اقول لك بصراحه. بصراحه؟ لا قول بصراحه يعني الناس الفتره الاخرانيه اللي هي قبل الثوره دي شافت ان ايه، يعني كحاله نفسيه، خلي السياسي سياسي، واللاعب الكوره بيبطل كوره بيتجه للاعلام او بيتجه للتدريب او في مجالات. ما ينفعش النهارده لاعب الكوره بياخد شهره، النهارده عشان ياخد الشهره هيبقى اعلامي وهيبقى عضو مجلس الشعب وهيبقى طب الكراسي دي كلها هيخدمها ازاي؟ يعني هي دي المشكله. طب ما في مشاكل، ما هو في مشاكل كتيره على فكره، بس احنا يعني ايه، يعني ما بناخدش يعني بالنا منها. طب ما احنا عندنا مثلا في اي حاجه، انت مثلا عندك اعلامي مثلا او اعلاميه، اما تشوف كلامهم مثلا في الاول كان عامل ازاي، وتشوف كلامهم دلوقتي عامل ازاي، وبعد ما غيروا ابتدى التغيير، المشكله دي ابتدى يتغير لثالث مره حسب الموجه دلوقتي حاليا الموجه طالعه فين ولصالح مين. والغريبه ان انت بتخش بتقعد في على النت وبتشوف اخبار، وتلاقي في ناس بقى قاعده بقى ايه طبعا فاضيه، يقول لك لا طب تعالى بقى هات بقى قبل الثوره، وهات بعد الثوره على طول، وهات دلوقتي، مشكلة. وهات من شهرين فاتوا وبتاع، وتقعد تسمع وناس يعني. بس يا كابتن انا شايف الناس دي مظلومه. ناس مين اللي مظلومين؟ انا هقول لحضرتك الناس مين اللي الناس مظلومين اللي اتغيرت دي لا مظلومة. ما حدش مظلوم. لا طب معلش. طب انا لا اقول لك على حاجه، طب انا هاخد حد دي من ناس جمهورك. كبار. لا هناخد حد من جمهورك ونرجع